لتقدير ما يقدمه الجندي السوري والذي أصبح مثالا يحتذى به في التضحية والفداء. إحدى هذه الأفكار ما قام به عازف الربابة غالب بدران. خلونا نتابع التقرير لعبد الخالق طويحي. القلوب المحبة لا تتوقف عن العطاء، أينما حلت ستنشر السلام واللحن. هذا غالب بدران ابن أشرفية صحنايا، آمن بأن النصر هو توأم لحماة الديار، وأحب التراث فترجم حبه إلى علاقة عشق جمعته مع الربابة ليبدع أشكالا منها، فحول البندقية إلى آلة تطلق ألحانا، وحول نعل الحذاء العسكري الذي سقط تحته المحال إلى آلة تعزف للفداء والبطولة.